ده تقريبا اكتر موقف محرج اتعرضت ليه. كنت مسافره وقاعده في فندق كان معظمه اجانب، وانا قاعده بتغدى في المطعم. الويتر جه وقعد يكلمني بالانجلش، للاسف معرفتش ارد عليه. من ساعتها وانا قررت ان انا لازم اتعلم الانجليش مهما حصل. واخيرا لقيت الكتاب اللي فعلا حللي العقده دي، كتاب اهم 5000 جمله في الانجليزي. حرفيا كل موقف بمر بيه في حياتي موجود في الكتاب ده على شكل جمل جاهزه، سواء في المطعم، في الاوتيل، في المحلات، وكمان جزء خاص بالبزنس. ده فعلا اللي هيخليك تعدي اي مقابله شغل. بيجي بقى مع المجموعه كتيب خريطه التعلم، وده بجد مهم جدا، بيقسم لك كل حاجه بطريقه ممتازه، ولازم فعلا تقراه قبل ما تبدا لانه هيخليك تلتزم وما تزهقش بسهوله. وكمان 10 كتيبات بجد كلهم اهم من بعض. هتسالوني طب والنطق هعرف ازاي بنطق صح ولا غلط؟ الكتاب بيجي معاه QR كود فيه كل الجمل والكلمات منطوقه بالامريكان اكسنت. واخيرا لو عايز تقبل في الوظيفه اللي بتحلم بيها، او عايزه تعلمي طفلك يتكلم انجليش، او حتى بتحلم تزود مرتبك الضعف، تعلم الانجليزي مش رفاهيه. اطلب المجموعه دي دلوقتي وانا متاكده انها هتغير حياتك.